ورفضت تتخلى عن شرفها ومبادئها، فاطردت من الوسط الفني لحد وفاتها. وعلى الرغم من كل الإغراءات اللي اتقدمت لها، لكنها قررت تختار ربنا وأسرتها. النهارده جاي أحكي لكم عن سبب الاعتزال الفنانة فايزة كمال، وليه اختفت فجأة عن الوسط الفني في عز شهرتها. فايزة كمال من مواليد 3 ديسمبر عام 1962. أسرتها كانت ميسورة الحال لأنهم طول عمرهم عايشين في دولة الكويت. فايزة اتولدت وكبرت هناك لحد ما جه الوقت إنها تمشي وتدخل الجامعة. قبل نزولها لمصر سألوها عن الكلية اللي نفسها تدخلها، وهناك اختارت المعهد العالي للتمثيل. فايزة كانت شديدة الجمال، مفيش أي حد في الدنيا يقاوم جمالها أو يختلف عليه. علشان كده كانت أهلها خايفين من دخولها المعهد لأنهم كانوا متأكدين إنها تنجح وتبقى نجمة مشهورة. فضلوا يقنعوها إنها تتخلى عن حلمها وتدرس هندسة ديكور، لكنها رفضت بشدة وقالت لهم لا التمثيل يا بلاش. أهلها وافقوا لرغبتها اللي كان عاملين حسابهم عليه. حصل فايزة من أول دخولها المعهد وهي بتتعرض عليها أدوار كتير كانت بسبب جمالها، لكنها ما كانتش بتستغل الفرصة دي، ودايما كانت بتقول أنا يوم ما هدخل الوسط الفني هيكون بموهبتي مش بسبب جمالي. وفضلت تسعى من أول الأدوار الصغيرة لحد ما قدرت توصل للأدوار البطولة في أعمال المهمة. وطول مسيرتها الفنية كانت مركزة في شغلها وبس، ووقعت في حب المخرج المسرحي مراد منير. ولما طلب الجواز منها قالت له ده مستحيل بسبب اختلاف ديانتهم، إنه لو عايز يتجوزها لازم يسلم ومش إشهار إسلام وخلاص، لا يتعلم كل التعليم الدينية ويقرأ في الإسلام كويس قوي، وبعد كده يتجوزها منير ويحقق لها كل شروطها لأنه كان بيحبها بدرجة كبيرة. وبالفعل اتجوزوا وخلفوا يوسف وليلى. كانت حياة فايزة الفنية كانت في عز مجدها وشهرتها، لكن فايزة اختفت عن الساحة ومحدش كان شايفها نهائي. الكل قال أكيد اختارت الاعتزال إن تربي أولادها وتعيش مع أسرتها، لكن الحقيقة إنها رفضت تبيع شرفها. علشان كده تم طردها من الوسط الفني ومنعوا التعامل معاها. وده منتج كبير مشهور كان عايز يشتغل معاها في فيلم من الأفلام. عرض على فايزة إن يديها شقة في المهندسين باسمها مساحتها 600 متر، وكان غرضه مش كويس. وهنا فايزة رفضت بشدة وقالت له أنت مفكرني من البنات إياهم ولا إيه؟ أنا عمري ما هقبل أشتغل معاك ولا هعمل اللي في دماغك ده. قال لها أنا مستعدة أديك أكتر من 1,000,000 جنيه مقابل سهرة واحدة معاه، لكن فايزة صممت على رأيها. وهنا المنتج علشان ينتقم منها ادى أمر لكل المنتجين إنهم يرفضوا التعامل معاه، وأي عمل هتترشح ليه هيتوقف تماما ومش هينزل ولا يتعرض لأنه كان منتج تقيل وليه كلمة. الكل سمع كلامه. فايزة عمرها ما زعلت من قرارها وبكل نفس راضية عاشت الباقي من حياتها مع جوزها وأولادها، واختارت إنها ترضي ربنا ومش مهم أي حاجة تانية. تفتكروا تصرف فايزة بالابتعاد عن الوسط الفني كان صح، ولا كان من المفترض إنها تلاقي حل وسط علشان تكمل مسيرتها الفنية؟ شاركونا الرأي.